يعني المتعة والإبداع والإثارة. وشاهدنا أيضا مباراة الافتتاحية، لكن أيضا بأن التشكيلة الحاضرة بالنسبة للمنتخب السعودي فيها لاعبين فقط كانا ضمن تشكيلة المنتخب في نهائيات كأس العالم. كرة ساندت المنتخب العراقي في المباراة الافتتاحية، كرة بمحاولة أمامية ملعوبة الآن، لكن صافرة موجودة وسلمان فلاحي يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب. حركات سابقة، تخيل لم يحقق اليماني أي انتصار يبحث عنه في مباراة اليوم. جول! الله الله يا يماني، الله على الكرة والمحاولة الماضية، والله على ردة الفعل من نواف، الله على ردة الفعل من نواف لاقيتي في المكان المناسب. حارس مرمى نادي النصر 70 في بطولة كأس فلسطين التي شهدت انتصار اليمن بهدف مقابل لا شيء. كرة بمحاولة تأتي لكن في إحضان حارس المرمى سالم الهارش، الحارس الذي يلعب في وحدة صنعاء. الوحدة هنالك في الدبل في بطولة كأس الخليج هنالك عام 2014 في الرياض، عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من محاولة سعودية ملعوبة في الجهات اليمنى، البحث عن عرضية مد الله لعليان يلعب كرة داخل منطقة الجزاء. التقوا مرتين في تصفيات كأس العالم الأخيرة في المرحلة الأولى من التصفيات. كرة بمحاولة الآن على مشارف في المنطقة تسديد. ليأتي من يأتي، الأخضر دائما بكبرياء، الأخضر دائما بأسماء، الأخضر دائما بتاريخه. سميحان النابت يسجل ويضع الكرة بأول أهداف البطولة، استلم سدد بالقدم اليسرى. لا 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 لا، جميل جدا هدف سميحان بالذكاء والفطنة والدهاء، تعامل مع الكرة الماضية وسدد بالقدم اليسرى في الزاوية الصعبة على حارس المرمى سالم الهارش ليعطي الأخضر أول أهداف اللقاء. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه التسديدة اصطدمت أو يا دوب مرت شطفت على القائم الأيمن. سلمان فلاحي الذي يدير هذا اللقاء طاقم تحكيم قطري في مباراة اليوم يعيدها، لكن أيضا محاولة للركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، هدف في شباك اليمن. كرة بمحاولة أمامية ملعوبة السعودية الآن، لكن أيضا مدير عبد ربه يبعد الكرة والمحاولة الماضية. سلامات لاعب سعودي في أرضية الميدان، لا زالت الكرة مستمرة وقائمة، وصلت المحاولة وتسديدة خطيرة من الجهة الثانية. من جديد سميحان، لكن هذه المرة يحصل على ركلة جزاء. عبد الواسع المطري يتحدث مع سلمان فلاحي. هذه الكرة، هذه المحاولة، وهنا التدخل، من مصعب يسجل. الثاني للأخضر، الثاني بأقدام مصعب الجوير يسجل ويضع كرة في شباك الهارش ويعلن عن ثاني الأهداف. هنا الآن من علامة الجزاء يأتي هدف آخر للأخضر، وبكرة في منتصف المرمى تقريبا لم ينجح سالم الهارش في التصدي. هذه الكرة وهنا من علامة الجزاء، لا والله في الجهات اليمنى يسجل مصعب الجوير ويحتفل بطريقته الخاصة هنا في هذا اللقاء. هدف ثاني يأتي للأخضر، هدف ثاني يأتي في هذا اللقاء. قد تكون الأمور حاضرة بشيء أفضل، لمسة لمصلحة اليمن. 5 دقائق مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات الكاس في كل مكان، والأمور بهدفين مقابل لا شيء. مرة أخرى سميحان يحاول، لكن أيضا اصطدمت عادته من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة، لكن حارس المرمى هذه المرة سالم الهارش يتدخل في التوقيت. تعود الكرة من جديد لمصلحة الأخضر، تحولت في الجانب المقابل مرتدة، فرصة للتسجيل ملعوبة. لا 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 لا. الله يا نواف، الله يا نواف على هذا التصدي وعلى هذا الحضور المميز جدا. والأخضر يملك حارس للمستقبل،
نعم يملك حارس للمستقبل. بعدها حكم المواجهة سلمان فلاحي أعلن صافرة نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم للأخضر بهدفين مقابل لا شيء. أولا من خارج منطقة الجزاء عن طريق اللاعب سميحان النابت، وبعد ذلك بام مسعود يتركها. مصعب الجوير هو اللي راح يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، عرضية ملعوبة. حلوة الكرة، وبإقدام شراحيلي مرت الكرة في جوار القائم الأيسر إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. هذه اللقطة، ولم يستحوذ، يضيع فرص، يسجل أهداف. هذا السعودية ما جابت الفريق الأول، الحمد لله أنا ما جابت الفريق الأول. لو جو البلايا سالم وسلمان التقدم. الكرة تعود في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة المنتخب اليمني أمامية. روح أحمد ماهر. غريبة جدا هذه المرة من أحمد ماهر. هذه المرة يلام، إذا كان في المرة الأولى لا يلام بسبب تألق نواف العقيدي، لكن هذه المرة يلام. حضرة لليمن من خلال هذا اللقاء، حتى وإن خسرت اليمن نتيجة المواجهة. قريبون رأسية ملعوبة، رأسية تأتي المنتخب السعودي مميزة في بطولات كأس الخليج خلال سنوات ماضية. كرة بمحاولة خطيرة. نواف مرة أخرى نواف اليوم يتألق ويتصدى للعديد من المحاولات، ويمنع المنتخب اليمني من التسجيل. وعلى ذكر حراس المرمى، فأن السعودية فاز دائما المتخصص على تنفيذها مصعب الجوير، أو يتركها إلى من؟ كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء بأقدام أحمد بام مسعود، لكن يتصدى للكرة الآن سعودية هنا في الجهة اليسرى أمامية ملعوبة. يا سلام يا بام مسعود، نزلت مستمرة وقائمة. حلوة الكرة وحلوة الانطلاقة. وبعد ذلك تركي العمار هو الطمع في أنه هو اللي، لكن وضعيته جيدة. وضعية تركي في اللقطة المنتخبات المشاركة قادرا على تخطي هذا الرقم. كرة بمحاولة الآن، محاولة المنتخب السعودي، تسديدة يا سلام، لا زالت مستمرة. فرصة من أجل الثالث جميلة عن طريق رايد الغامدي، لكن بعد ذلك الراية موجودة والتسلل موجود. راية والتسلل. هذه الكرة، هذه محاولة رايد والتصدي من سالم الهارش. نعم التصدي من سالم الهارش، وبعد ذلك جاءت المتابعة، لكن أيضا يبدو نعم بأن هنالك راية